مبروك لجماهير باريس سان جيرمان تحقيق دوري ابطال اوروبا. الفريق قدم مستويات كبيره جدا في هذا الموسم. لويس انريكي استطاع ان يصنع فريقا قويا في كل وظائف الملعب. فريق شاب، فريق يافع، استطاع بهذا الجيل من الاعمار يلعب 10 سنوات قادمه قياسا على اعمار اللاعبين. في المقابل انتر لم يحضر تماما الى المباراه، عاد فقط شكلا. ماخذ كبيره جدا على اداء اللاعبين، على الطريقه التي ادار بها انزاجي المباراة. شفنا قياب يعني الفريق بما يجب ان يقوم به، يعني في ثلث البناء، التقدم، الانهاء. قياب التمريرات الكاسره الخطوط، ايضا كذلك ايضا شح كبير جدا في التمريرات، في منافس التمرير الداخليه والخارجيه. قياب لابرز نجوم الفريق: زيلينسكي، هاكان اوغلو، باريلا، دي ماركو، تورام، لوتارو مارتينيز. اكيد الانتر يعني كل كان يتوقع ان الفريق يكون يحتض بقوه، يعني استطاع ان يزيح من طريقه برشلونه بايرن ميونخ، لكن لم يحضر تماما الى النهائي. اضاع النهائي كان هو جديرا به، رغم احترامنا لباريس، يعني كما كرر في سنه 23 عندما وصل الى الفاينل وقدم مباراه كبيره جدا امام السيتي، ولكن خسر بهدف. مشروع انزاجي يحتاج للقب مثل دوري الابطال من اجل